يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليله سعيده علينا وعلى المسلمين اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله كان السوق بتاعنا وجبنه بساريه اللي هي الصغيره دي خالص اللي هي اسمها نشوءه. كل اللي يسمعني يا رب يشاركني كده، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يفعل زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو. يلا نبدا كده ونسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل على النبي. جبنا نص كيلو بساريه اهو، بصوا. يبقى انا جايباه اللهم صل على النبي من الساعه يعتبر 10 الصبح، فجبته غسلته. واهم حاجه في التخليل ان انت تشيلي راسه، فانا سبت اتنين هما. هروح جايبه كده الراس كده بالامعاء كده اهي. تروحي شايله الراس بالامعاء كده، لان الميه دي لما بتنزل لو انت سايبه الامعاء او البطن بالراس كده بتنزل ميه سودة جدا. انا مش بفضل ان انا اخلي البساريه ببطنها او براسها يعني. فروحي تبصوا بسم الله ما شاء الله، هي نظيفه جدا اهي، منضفاها كل هيت اهي ونشفتها طبعا. يبقى انا جايباها بقولكم من الساعه 10، فروحت جايباها ايه وروحت غسليها وروحت ايه نقعها كده ايه حوالي 4 ساعات لحد ما نشفت خالص اهي. شايفين؟ حتى بصوا من حمل شوفيتها بتلزق في المنديل، يعني مش عايزه ان انا انشفها خالص. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا. يبقى احنا خلاص جبناها وغسلناها وصفيناها زي ما انتم شايفين اهو في الطبق اهو، سيبناها حوالي 4 ساعات. وهنروح جايبين بقى الايه المكونات بتاعتنا اللي هي ايه، اللهم صل على النبي. معلقه بابريكا اهي، معلقه بابريكا حلوه او معلقه ونص صغيره اهو. وروحي جايبه معلقه شطه لو انت مستحبه ان انت الحاجه تبقى حرجه يعني اهي ما شاء الله اهي. مش عايزه تستغنى عن الخطوه دي عادي. ونص كيلو بساريه له معلقتين، لها معلقتين ملح. روحي جايبه اللهم صل على النبي ادي معلقه، ادي اتنين اهو. لو عايزه برضو تحطي نص معلقه كمان او معلقه مساح كده حطي. ورحنا مجلبين الخليط دي كله مع بعضه كده اهو كده زي ما انت حابه كده اهو. ولو عايزه تستغني برضو عن خطوه الشطه مش فيه اي مشكله. بسم الله. رحنا نازلين فيها في العلبه دي كده، في البوله دي انا هي. ورحنا نازلين بالخليط دي كله عليها كده اهو. ونقلب بقى مع بعض، نقلب كده مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. تخليلها سهل وبسيط خالص، وتاكلي منها بعد يومين اتنين. ممكن تفطري بيها، تتغدي بيها، تتعشي بيها، جميله جدا جدا جدا. وعلى فكره يعني هي بتظهر في الشتاء بس، نوعيه السمك دي بتظهر في الشتاء بس. الله على ريحتها جميله جدا. يبقى نروح جايبين معانا البرطماني بتاعنا ده. انا بعمل في علبه اللي هي مثلا عندي علبه صاج بخلل فيها، بس علشان مع بعض هنحط في الايه في البرطمان ده. واروح جايبه معايا كيس اهو اهي، فتحها كده ومنزلها كده. واروح جايبه جزازه الزيت في في قعر الكيسه شويه اهو زي ما انتم شايفين كده، حوالي 3 معالق اهي. مش هتكتري برضو زيت في الاول. ورحنا جايبين البساريه حاطينها كده اهو. ورحنا رصين كده اهو كده بسم الله ما شاء الله اهو. ورحنا برضو جايبينها كده اهي. عايزه برضو تحطيها من غير كيسه عادي، بس انا بقول علشان اضمن ان هي مش هتنفس خالص وتبقى جميله. واروح برضو جايبه من على الوش كده جزء الزيت، وحاطه برضو حوالي 3 معالق زيت او 4 اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وعلشان تديني لون افضل واحسن اروح جايبه البابريكا برضو وحاطه عليها من على الوش كده زي طرف معلقه عشان تديني اللون اهي زي ما انتم شايفين كده. وتبقى العلبه ناشفه وكل حاجه ناشفه خالص. نروح بقى نازلين بيها كده اهي شايفين؟ متمتمين الكيس خالص كده ملكفتينه خالص اهو. وجايبين الغطا ملكفتينه كده بسم الله ما شاء الله، قافلينه قفله مظبوطه اهو زي ما انتم شايفين اهو. يبقى نلم حاجتنا كده مع بعض. يبقى كده دي تخليل البساريه تخليل البساريه مش في اي حاجه. يبقى احنا برضو عايزين نطمن عليها. رحنا جايبين كيس كده من فوق اهو كده، وكيس من تحت اهو برضو نروح مدخلينه كده بس كده خلاص. ونروح رابطين الكيس من فوق كده.
نستنى مع بعض يومين ونوريكم البسارية وهي متخلله. البسارية هتعجبكم خالص، ميه نظيفه، تحط لقمه كده ومش تجرفي منها، تبقى نظيفه خالص، احلى ما تخليلها في بطنها. جميله خالص وطعمه خالص، تفطري بيها، تتعشي بيها، تتغدي بيها، ممتازه جدا. يا ريت كل اللي يشاركني، يا ريت كل اللي يشوفني يشاركني. وشكرا يا حبايبي على كل اللي متابعني، ومع الف سلامه. واستنى يومين كده واوريكم وهي متخلله، واسيبكم في رعايه الله وامنه، واسيبكم على لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. بعد ما سيبناها 4 أو 5 ايام، متهيألي 5 ايام، نسمي كده ونفتح على البسارية. بسم الله ما شاء الله. خللناها بمعلقتين او 3 ملح ورشه شطه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. جميله جميله. يلا نطلع كده مع بعض معلقه كده ونشوف. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ الله ريحتها ممتازه، جميله خالص اهي، ما شاء الله. معلقه البابريكا جميله فيها. يلا شايفين شكلها عامل ازاي؟ معلقه البابريكا نديها لون احمر وجميل، وريحتها ممتازه جدا. وميتها بصوا، ميتها نظيفه، دي اللي انا بتكلم فيه اهو. انما لو انت سايبه الراس بالامعاء او البطن بتاعها بتبقى مش حلوه خالص. شايفين شكلها؟ ميتها نظيفه زي العسل اهي، زي يعتبر زي الدهب اهي، زي العسل اهي، بألف هنا وصحه اهي. ريحتها ممتازه وملحها مظبوط ومية مية اهي، بألف هنا وصحه. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو ويعجبه يشاركني، واسيبكم على لا اله الا الله، ومع الف سلامه.